القصص هذه يا ابوي نبغى نبدا في قصص الناس، وزي ما قلنا ان احنا ما نقول الاسم. هذه القصه لواحد اسمه حا ميم ميم. قال قول القصه عني. هذا واحد يقول ولد خالتي في مكه، من اهل مكه. حا ميم ميم. قال ولد خالتي في مكه، من اهل مكه اساسا، وهو بدوي. اللي في مكه حضري، وهذا ولد اللي في جده بدوي. قال هذا ولد خالتي، انا وياه متزوجين اخوات من عندنا من الديره، متزوج بدويه. قالوا يوم طلعنا الديره وعزمنا عم زوجاتنا، عيال خاله ومتزوجين اخوات. يقول عم زوجاتنا عزمنا. قالوا رحنا عنده. قالوا يوم جاء رحنا له، قال على قبل الغداء. قالوا جاب لنا غداء من المطعم يسور الحال. قال حياكم الله على الفال يكفاها العقال. على ايوه حياكم الله على الفال يكفاها العقال. قال والله وقلبنا وقلنا له خلا ما ايش. قال لا والله لازم. قال والله تعشينا عنده، تغدينا. قال وجاب الفال على قوله العشاء وتعشينا العقال. قال ورحنا في حالنا في حال سبيلنا. قال جاء عم البنات مكة وجاب معاه واحد من اصحابه، يقول واحد على مستوى عندنا من الجماعه. قالوا جابوا عيالهم معهم، يقول اخذ عمره وراحوا له. يقول زي كذا في نفس الوقت على الظهريه، على لمين؟ لولد خالته الحضري هذا. يقول راحوا له البيت. هو ثاني يوم عنده سفر تركيا، وراحوا له ظهريه جاب لهم غداء. يقول جاب لهم نص ذبيحه، وهو عياله ما ياكلون اللحم. يقول انا معي نقرس. يقول عيالي ما ياكلون اللحم، جبت لنا دجاج. قالوا حطيته، والجماعه بلطوا بيروح عنده في البيت. اتصل عليه الحقني عندي مشكله، الحقني عندي مشكله. قال ايش عندك المشكله؟ قال الحقني تعال بس. يقول والله، يقول استغربت. يقول شفتوا على مكه؟ يقول جيت ابوي ايش عندك؟ قال والله الجماعه يا اخي تغدوا وجالسين ما راحوا، وانا بكره وراي رحله على تركيا، ايش رايك؟ قال له طيب غريبه يعني يروحون هم اكيد انت عزمتم. قال والله ما عزمتم ولا شيء، ولا قلت لهم ولا حاجه. إيه لا هو وش مسوي الاخ؟ قال الاخ مسوي زيه يوم حط الغداء. قال له حياكم الله. حط غداء. ايوه مو عارف معناها. قال حياكم الله على الفالق باه العقال. قال انت قلت لهم حياكم الله على الفالق باه العقال؟ قال اي والله قلت لهم حياكم الله على الفالق باه العقال. قال له طيب ليش تقول لهم كذا؟ قال هي ما معناها يعني هذا غدا وعشاء مره واحده. قال له لا يا حبيبي هذا معناها تغدوا وباقي عشاء. قال صح والله. يقول بس واحد قال لي كلام بس بسألك بالله الكلام اللي قاله مو شتيمة؟ قال ليش قال لك؟ قال احنا ما بنجربك واللي فيك مخبور. قال له لا والله مو شتيمة، كلام كويس. المهم قال له خلاص والله يملك احد الامرين، يا تجيب لهم عشاء يا تطردهم. قال له هو. قال له والله يا تجيب لهم عشاء يا تطردوا. قال والله اي السفره بكره الساعه 7 الصباح عندي رحله. قال يا ولد عندي رحله. لازم يحضر. ايوه لا 7 الصباح لازم يكون في المطار. قال له لا يمديك ان شاء الله. قالوا نروح انا وياه بسرعه ونجيب. قلت شوف احنا عندنا عاده. قال طيب ايش اسوي؟ ايش قوانينكم؟ قال له لازم تعزم. يقول عزم عمه وعيال عمه، هو ابوه متوفى. يقول عزم عمه وعيال عمه وجو وحضروا. يقول قال له يقول عادي مين شحط قدام عمه وعيال عمه. قال له هي قلط عشاك. يقول والله جاب. يقول طبعا سياره جابت. يقول هذا الفال يقبل العقال. لا ما قال. يقول لا، يقول حط العشاء. قالوا مين شحط قدام عمه وعيال عمه. قال هيا حياكم الله اتفضلوا على يسر الله. يقول والله قاموا. قال بس شوفوا يا جماعه. قال ها. قال ترى فال وعقال ما في. انا عندي سفر بكره. هذا الفال ما في. ايوه بس عقال ترى ما في فال بس. قسمها مره.